في الدنيا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى ازاي ننظف البوتاجاز بتاعنا. لكن قبل ما ابدا نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده، اني شلت الحديد بتاع البوتاجاز اللي هو الشبكه شلتها. تمام. حاططها طبعا في شنطه، تكون شنطه تستحمل الحرارة وتستحمل الحاجات اللي احنا هنحطها على الحديد عشان خاطر الشنطة تستحمل معانا. طبعا انا شلتهم وحطيتهم على في الفرن الاول، يكونوا سخنين قوي علشان خاطر لما اجي احط عليهم الحاجات عشان انضفها يعني تعمل معايا على طول ومش تغلبني في التنظيف. تمام كده. طبعا بعد ما خليتها سخنه مولعه جدا، حطيتها طبعا في الشنطه زي دي كده. انا حطيتها طبعا في اتنين مش في واحده بس. تمام. ورحت طبعا رش عليها الملح الليمون والكربونات، وحطيت عليها الصابون اللي هو البريل. تمام كده. وبعد كده رحت قافله عليها، يعني قفلت عليها على طول. يعني ما سبتش هوا يدخل لها، او مثلا سبتها مثلا تزقع ولا حاجه. لا، انا سبتها وهي سخنه مولعه ارش عليها الحاجات على طول في ثواني. زي ما انتم شايفين كده الدهون والحاجات بتطلع معايا بكل سهوله. طبعا انا كنت لابسه جوانتي بس قلعته ولقيت الموضوع مش نافع جوانت خالص. ان لازم تعملي بايدك. تمام كده. الجوانت كل شويه بتقطع مني فشلته خالص. طبعا زي ما انتم شايفين كده، شايفين كميه الحاجات اللي طلعت، كميه الدهون. انا بصراحه بقالي كتير قوي ما نضفتوش، يعني حاجه صعبه بصراحه. تمام. زي ما انتم شايفين كده بعد التنظيف، بعد الروقان اللي احنا نضفناه زي ما انتم شفتوا كده. ده طبعا العيون بتاعت البوتاجاز. طبعا نص البوتاجاز بتاعي يعني في عيون كانت مولعه نصها كده ونصها لا، بسبب الدهون برضو. زي ما انتم شايفين الشكل وشايفين يعني انا مش هقول لكم، يعني انتوا شايفين كل حاجه. هتمسكي طبعا السلكه اللي هي الخشن القوي، مش السلكه اللي هي الناعمه، السلكه اللي زي دي كده. بس خلي بالك عشان ايدك مش تتجرح. يعني ايدي باظت بس رجعتها يعني من اول وجديد الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ده كمية دهون كانت عليها قوي بطريقة فظيعة بصراحة. كانت يعني بطريقة فظيعة جدا والله. يعني خدت وقت مني فعلا في التنظيف. بس في الحديد ما خدش مني وقت، علشان خاطر انا كنت عاملاه قبلها بليلة، ودي برضو كنت انا عاملاه. بس ده كان عشان عليه دهون كتيرة قوي زيادة عن اللزوم. زي ما انتوا شايفين كده. يعني الموضوع ده خد مني يوم واحد بس، يعني انا بليتهم بالليل. تاني يوم بدأت اللي انا انضفهم وانا اغسلهم وكده. وطبعا الحاجة دي برضو العيون. انا جهزت حلة مية. تمام. حاطط طبعا الحلة على البوتاجاز، المية تفور جدا تبقى مولعة كده. بس خلي بالك عشان ايدك، وتحط فيها العيون، وهي المية سخنة مولعة الكربونات وليمون وبريل والملح الليمون. وبعدين بقى تغطي عليها بقى، تسيبيها بقى مع نفسها في المية بتاعتها السخنة ديت، تسيبها مع نفسها تاني يوم بقى. وبعد كده تنضفيها وتعملي اللي انت عاوزاه. شايفين الكمية اللي طلعت؟ طبعا الكل طبعا هيصدم، انت ايدك باظت وانت اللي بتاع باظ وكل حاجة باظت. بس انا يعني كنت بمسح باول باول، يعني الحمد لله، يعني الرخامة كنت بمسحها باول باول. ايدي شكلها حلو صح؟ انتوا شايفين شكلها حلو؟ طبعا الفيديو ده طبعا كنت انا عاملاه قبل رمضان. بس خد مني وقت، ما كنتش متمكن يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس ما كنتش متملكه يعني اللي انا انزل الفيديو وكده. زي ما انتم شايفين اهوت. نمسح بقى كده بالفوطه زي ما انتم شايفين. على فكرة الملح الليمون والكربونات حلو قوي، بس انت خلي بالك وانت بتضيفي الحاجات الكربونات تفور معاكي تبوظ لك الدنيا. في انت خلي بالك وما تخليش في اطفال حواليكي. هنعيد عليهم تاني. ده طبعا زي ما انتم شايفين ده ملمع، قصدي
دي بتاع الدهون طبعا. ملمع البوتاجاز، ملمع الحلل، ملمع اي حاجة، بس فعلا فعلا ممتاز جدا وكويس جدا كويس. ده طبعا ده انا استعملته مع الحديد بتاع البوتاجاز. انا رشيت عليه كده من فوق، حتى انا كنت برش عشان الحديد كان حامي مولع، وانا برش عليه الكربونات والملح والليمون والكلام ده، ورشيت عليه اللي هو بتاع الدهون ده. يعني الريحة قلبت ريحة الشقة. وشغلت الشفاط، لازم تشغلي الشفاط عشان الريحة ممكن تكتم على نفسك، وممكن تكتم على عينك وكده وعلى أطفالك. فانتي شغلي الشفاط بتاعك ده. كان ولو كنت ببخ كده على الحاجة، الدخانة كانت بتطلع رهيبة. يا دوبك رشيت عليها ورحت قافله عليها على طول، بتاع الحديد اللي بتاع البوتاجاز قفلت عليها على طول، علشان خاطر قفلت عليه بالكيسه علشان خاطر يدي معايا مفعول. زي ما انتوا شايفين كده طبعا انا بعدت تاني عليهم. زي ما انت شايفه ده طبعا ما كانش، دي طبعا ما كانش كده الاول. انتوا شايفين الوضع قدام منكم، شايفين ده على فكره كويس جدا وبيوفر معاكي كتير. ده طبعا العين دي طبعا مش، انا مش عارفه اطلعها، مش عارفه في ايه. انا كل مره بشيلها، انا كان مش عارفه معلقه معايا. فطبعا انا نضفت العين اللي فوق، لسه طبعا العين اللي هي اللي تحت اللي هي اللي هي ماسكاها. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الشكل بتاع البوتاجاز. مش معناه ان انا سايبه البوتاجاز بتاعه بقاله فتره يعني ومعمول يعني اسيبه وسخ، يعني اسيبه وحش وكده، لا لازم تنضفيه برضه باول باول. انا قصدي على الحديد نفسه والعيون، عشان محدش يقول ايه انت سايبه البوتاجاز بتاعك وحش. لا انا مش سايبه وحش، زي ما انتوا شايفين هو نضيف برضه الحمد لله يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا رشيت عليه ملح ليمون، رشيت عليه كربوناتو، وزي ما انتوا شايفين ورشيت عليه اللي هو ملمع، اللي هو الملمع بتاع الدهون اللي بينزل الدهون. زي ما انتوا شايفين كده هنغسله بالراحه كده وبهداوه علشان خاطر مش يتخربش مننا. طبعا مش هنغسله بالسلكه اللي هي الخشنه، هنغسله بالسلكه اللي هي الناعمه، اللي هي النعومه ديت، هي بتاعت المواعين العاديه. طبعا ديت طبعا همسك السلكه الخشنه تاني. هننضف العين اللي كانت، اللي انا كنت مولعاها دلوقتي. شايفين اللمعة وشايفين الجمال، لمعة ما شاء الله. طبعا ده طبعا طبعا الكل عارفه طبعا من غير ما اقول. ده طبعا دي لفة انا جبتها. طبعا انا بقص على قد العيون دي، مثلا يعني الحيطة ديت انا قطعتها 2. تمام. زي ما انت شايفة كده هنغطيها علشان خاطر مش تبوظ معانا مع الوقت وكده، ولا حتى لو انت مشغولة بحاجة، او مثلا انت فاتحة مثلا مشروع وانت المشروع ده شاغل بالك واطفال والكلام ده، فحاجة مش هتتبهدلي فيها في التنظيف، وحاجة سهلة جدا. هنخرم بس ايه حتة كده علشان خاطر مطرح الغاز بتاع الولعة لما نيجي نولع البوتاجاز بتاعنا. طبعا اللي يقول طبعا هي دي مش غلط تكتم لك العين، لا مش هتكتم ولا حاجة. اهم حاجة الفتحة اللي احنا فتحناها دي اهم حاجة عندنا. شايفين الرخامة اللي كانت من شوية عاملة ازاي، كانت سودة ما شاء الله عليها، من دلوقتي عاملة ازاي؟ يعني ما يعني الحاجة مش بتاخد مننا وقت يعني. زي ما انت شايفة كده، حتى العين منورة، يعني منورة بطلع منورة اهوت. ودي برضو العين التانية، برضو هنفتح برضو الفتحة بتاعتها. اهم حاجة الفتحة ديت هنتك عليها. زي ما انت شايفة كده، دي طبعا العين طبعا اللي ما كانش، اللي مش عايزة تطلع معايا، فانا طبعا اتصرفت برضو لها في حل برضو، وحاولت اللي انا اعمل الورق عليها كده زي ما انتم شايفين. وهنزل العين كده.
طبق الحديد اللي احنا كنا نضفناه، شايفين بقى اللمعة اللي فيه؟ اكيد اللمعة باينة قدام منكم، غير مقول يعني اللمعة ما شاء الله، اللمعة باينة قوي والنظافة باينة فيه. هو بس اللي كان مأزم معايا يعني، كان مأثر معايا شوية موضوع الحديد ده، اللي انا ما كنتش منضفه على طول يعني وكده، وسبته فترة. طبعا انتوا عارفين طبعا، لو حد طبعا فتح مشروع او مثلا متجوزة وعندها اولاد، زي ما انتوا طبعا عارفين الوضع يعني وكده، زي ما انت شايفة كده. حتى بقى احنا بعد احنا ما عملناها بالورق، شكلها يعني شكل الحديد حلو قوي. هنلف كده عليه حوالين الحديد، علشان مثلا لو الورق ده اتوسخ معاكي مع الوقت، تشيليه وترميه في الباسكت عادي جدا. وبعد كده تحط ورق، بس مش كل يوم يعني، لا ده مثلا يعني حسب الاستخدام بتاعك. ممكن بس لو حاجة جت عليك كده يعني تمسحها كده بفوطة، تمام. بفوطة عندك او مثلا بحاجة عندك انت بتنضفي بقى البوتاجاز بتاعك يعني، ولا بتغيري ولا اي حاجة. بس ده طبعا لو اتعمل معاكي زيادة عن اللزوم، تشيلي الورقة خالص. زي ما انتوا شايفين كده اللمعة. انا طبعا ما عملتش الحديد ده الموضوع، انا عملت الحتت اللي هي اهم حاجة، اللي هي اللي دايما الاكل بيقع عليها والطبيخ وكل حاجة بتقع عليها، ده اهم حاجة عندي. دي السندات اللي هي بتمسك ليها الحلة، او مثلا بتمسك لك اي حاجة وبتعملها عليها. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبك. مع الف سلامة.